النهارده في الفيديو بتاعنا ان شاء الله هنجرب بين نجيب مولتو العادي اللي هو اكس اكس ال، يا سلام، ولا نجيب مولتو ماجنم ونعلي السعر شويه. وسع الطبق اي حاجه ادوس عليه هتنسى. هنبدا النهارده مقارنتنا بين منتجين مولتو دول والمولتو اكس اكس. المولتو ده احنا على فكره كان زمان الاساس بتاع اي حد في مصر كده، لو مش عايز ياكل اي حاجه بسيطه بيجيب المولتو دوت مع كوبايه شاي بلبن ويروح الشغل، يخلص الشغل فيجيب واحد زي ده او اتنين زي ده، وكان ب 3 جنيه يمكن، مش يمكن، هو كان ب 3 جنيه بلا صياح ارجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. ويجيبوا وكوبايه الشاي بلبن. هنقارنه بينه وبين مولتو ماجنم اللي هو النوع الجديد اللي عاملاه مولتو، اللي هو المفروض باظظ خالص، هاشتاج باظظ خالص. ماشي، لا احنا نفتح ونشوف هل اجيب واحد من ده او اتنين من ده ب 12 جنيه، ولا اجيب واحد بس مولتو ماجنم ب 10 جنيه. انا لسه ما قارنتش بين المنتجات الجديده اللي ماجنم عملتها، عملت فعلا منتجات جديده، تلاقوا الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هعمله. بس انا دلوقتي هشوف هل اجيب احسن واحد مولتو ماجنم ب 10 ولا اجيب من ده اتنين ب 12. هنفتح ونجرب ونشوف. ماشي، ده شكل المولتو العادي، ماشي، اللي ما فيش مشكله فيه. وهجرب دلوقتي، استنوني دقيقه هفتح كمان الماجنم عشان اوريكم الفرق بينهم في الطول. وطبعا احنا قلنا ده العادي الاكس اكس ال، هنشوف بقى الماجنم. ماشي، وده الماجنم. ماشي، لا الفرق بينهم بصوا عليكم، عايز تطير طير. ماشي، زي ما احنا شايفين ان الاكس اكس ال اهو، ماشي، والماجنم اهو، الفرق بينهم مش كبير، فاهمني؟ يعني لو انا جبت اتنين من ده اكيد الكميه هنا هتكون اكبر من الكميه هنا، تمام؟ فبس هنا هيبقوا الاتنين مكلفيني 12 جنيه وهنا الواحد مكلفني 10 جنيه. طيب احنا بالنسبه للحجم هنا اكبر، ممكن نقول حوالي 5 سم ولا حاجه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ دلوقتي هنقسم بالنسبه للمولتو هنا زي هنا، احنا نفس الشركه ونفس الطر، واحسن مولتو واحسن كروسو في مصر كلها هو شركه مولتو، مش هنكتر في الكلام. خلاص، هنسيب بس الماجنم دلوقتي وهنفتح العادي. فتحنا العادي، ماشي، ادي كميه الشوكولاته اللي فيه، ماشي، كميه طبيعيه ومفيش مشكله، ممكن تتاكل على قطمتين سهل جدا. تعالى بقى نشوف الماجنم. ماشي، اتفضل. نفتح بقى الماجنم من النص اللي هو المفروض باظظ خالص، قطعنا ده كده. ماشي، نبص نشوف كميه الشوكولاته هنا. ماشي، انا مش حاسس ان في فرق في كميه الشوكولاته، خصوصا ان لا باظظ ولا نيله، فاهمني؟ بس في جوه هنا لاخر حته فيه في شوكولاته، اوكي. وطبعا احنا متفقين ان في حقنه بتتاخد في الحاجات زي دي لاخر حته في شوكولاته، ففعلا في شوكولاته في كل انحاء طيب ندوق نشوف هل اجيب ده احسن ولا ده احسن، ولا اجيب اتنين من ده احسن. تعال الاول ندوق، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الدواء طعمه اكيد حلو، الاتنين زي بعض، بس عايز اشوف هل فرق الشوكولاته بيفرق في حاجه. نشوف، بسم الله. طبعا ده الماجنم، ما ينفعش اقول اي حاجه عن مولتو، يعني معروفه. وده العادي الاكس اكس ال. تعال نشوف. طيب نفس الطعم نفس كميه الشوكولاته، بس انا هدوق الحته اللي تحت لان دي اللي بتفرق بين منتج ومنتج. اخر حته هنا بتبقى فاضيه، هنجرب في ماجنم، ودي اللي تفرق هل اجيبه ولا لا. اخر حته دي فيها شوكولاته، فهي فعلا في شوكولاته اكتر من التاني. انا دلوقتي بالنسبه لي ان انا لو عايز اكل، ماشي، اكيد هجيب اكس اكس ال اتنين منه، ولو انا مش عايز اكل هجيب واحد منه، لو انا ماشي في الشارع هجيب واحد منه. ماجنم بعد ما بقى ب 10 جنيه بقى غالي جدا على فئه معينه. مولتو الناس كانت كل الفئات بتجيبها، هي طبعا عامله اسعار، يعني اكس اكس ال ده ب 3 جنيه بقى ب 7 جنيه ولا ب6، والتاني ب 10. بس انا بامانه انا عن نفسي هجيب 2 اكس اكس ال او 1 اكس اكس ال، لان 10 جنيه في مولتو كتير جدا، بغض النظر معاك منه حشوته اكتر فعلا، كبير اكتر فعلا،
بس 2 اكس اكس ال بمثابه واحد مولتو، لا اكتر كمان. ومستني رايكم انتوا في الموضوع ده، وقولوا لي تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. الفيديو الجديد ان شاء الله اللي جاي هكون بجرب منتجات مولتو الجديده، اللي هم ال3 منتجات الجديده. انا سامع منهم ان في منتج غريب يا استاذ محمود، منتج ايه؟ اللي هو مش عارف ايه مملح على ايه مسكر. اهلا بيكم، رجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات بوكا. استاذ علي انا دخلت اهو يا سلام يا تعمل ايه؟ الو يا استاذ علي، ايه اغير ايه؟ لا انا يا باشا انا ما بغيرش مقدمتي، انا مقدمتي دي من اول ما فتحت القناه وانا بقول يعني على ابو بوكا دانك. لا مش هغيرها، لا. ايه يا استاذ والله؟ طب انا يا باشا هغيرها، حاضر يا ماما. ما تشتمش، طيب ما تشتمش. اهلا بيكم ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات موكا وانك. ودلوقتي ماشي هنرجع مع بعضينا ونجرب المقارنه بتاعه مولتو اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ وربنا يكرم ان شاء الله يعني 1 minute.